السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل ناس وأجدع ناس في الدنيا، أجمل متابعين سواء صباح أو مساء حسب التوقيت اللي بتشوفوا في الفيديو. يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير وصحة وسعادة، وربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم ويفرح البنات كلها يا رب. النهاردة طبعا جاية بفيديو مختلف تماما. فرش شقة العريس بدل فرش شقة العروسة. هي العروسة أختي وحبيبتي برضو، بس المرة دي فرش شقة ابن خالي وأخويا، ابن خالي الغالي على قلبي. حبيت إن أنا أشارككم فرحتي بيه، ربنا يسعده ويفرح قلبه ويفرح كل الشباب وكل البنات يا رب العالمين. طبعا حبيت ان انا اجيب لكم مقاطع من كتب الكتاب، بجد بتكون ذكرى جميلة طول العمر. وكان المأذون بجد يعني كان حاجة جميلة، كان قال قصة عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده، طبعا مش عارف يبصم، اول مرة يتجوز فكان المأذون بيعرفه تبصم ازاي، اخر ما زهق قام وقف وهو بيبصم. هنا كان بيقول قصة جميلة زي ما قلت لكم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والرومانسية اللي كان كلنا نتعلم الرومانسية من سيدنا النبي. هو قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. القصة كانت جميلة جدا، هقولها لكم وانا ماشية في قلب الفيديو كده. طبعا كانوا جايبين منديل من الستان عليه قلب وصورته وصورتها. المأذون قال لهم ده مش من هدي النبي، لكن هنمشيها المرة دي. فطبعا هنا بارك الله لكما وبارك عليكما. جت مرات اخوه تاخد المنديل، لكن هو طلع اذكى منها وخطفه. وطبعا كان كاتب كتاب جميل، بس انا حبيت اقصر الفيديو يعني عشان ما اطولش عليكم. نيجي بقى هنا للشقة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل حاجة في الشقة كانت بسيطة ورقيقة وفي منتهى الجمال والشياكة. هنا طبعا دخلنا كده الصالة، وده الانتريه بتاعه كان لونه جميل جدا وشيك، وبجد كل حاجة كانت جميلة وشيك ورقيقة وبسيطة. يعني كانت الشقة الله أكبر، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يساعدهم ويهنيهم بكل شبر في شقتهم ويرزقهم بالذرية الصالحة، أمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده الانتريه كان في اللون الكشمير مع السجاد، كان فيها اللون الكشمير. بجد كل حاجة كانت ماشية مع بعضها رقيقة وجميلة جدا. حتى النجفة كانت كيوتة وجميلة، لندا من الليد كده حلزونية، كانت شكلها حلوة قوي وشيك جدا. زي ما انتم شايفين البساطة والجمال اللي في قلب الشقة واحدة واحدة مع بعض. وهنشوف كل حاجة في قلب الشقة، رغم ان انا سرعت الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لكن كل حاجة ظهراها في الشقة. بجد كنت فرحانة ليه قوي قوي. ربنا يفرح قلبه ويسعده ونفرح بيه، وهو ربنا رزقه بالذرية الصالحة ان شاء الله. هنا ده كان شكل الستارة ولونها، بجد كانت جميلة وشيك ورقيقة جدا، والالوان كانت تحفة جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده مع بعض واحدة واحدة. هنا برضو الترابيزة كانت جميلة جدا، ليها ادراج من الناحيتين. يعني شايفين كان المنظر جميل قوي، منظر الترابيزة كانت روعة بصراحة. ده النيش بقى. طبعا المفروض ان انا ما افتحوش، لان كل حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله ظاهرة وباينة، لكن حبيت ان انا افتحه معاكم واوريكم كل حاجة خطوة خطوة. ده كان الصيني بتاع العروسة، برضو هي الله أكبر عليها، ربنا يحرسها يا رب ويرزقها بالخلف الصالح. كانت جايبة كل حاجة رقيقة وبسيطة وشيك جدا في نفس الوقت. شايفين الجمال؟ ده كان رص للنيش، يا رب يعجبكم رصي. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، في مبدعين ومتألقين وأحسن مني بكثير، لكن الحمد لله بحمد ربنا على النعمة اللي أنا فيها. ربنا يفرح البنات كلها ويفرح الشباب كلها يا رب العالمين. بجد كان الطقم الاركو بايركس دوت كان شكله حلو قوي ولونه جميل جدا، كان اللون الكشمير
إلا بالله. المطبخ زي ما انتوا شايفينه كده بجد شكله شيك جدا. لا انا فيها حاجة غلط النهارده. دي المطبخية اللي كانت فوق الحوض، كان فيها طقم فطار حراري مع الكوبايات وكوبايات المية والمجات. وده كان شكل المطبخ بجد حلو قوي، رغم اني نسيت اصور الظرف اللي فوق، لكن بجد كانت جايبة حاجات جميلة وحاجات حلوة قوي قوي. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. الفرنشة تقع منها، ولكن كانت بالفرنشة بالمنظر اللي شفتوه دوت. وهنا كان الدولاب.
هنا طبعا الرواب القطيفة بتاعتها حبيت ان انا اعملها على شكل دبدوب كده بالمنظر الجميل ده. كل حاجة كانت بسيطة وجميلة جدا جدا وهادية. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. إسراء بجد كانت يعني مش كانت، هي ما زالت يعني عروسة جميلة ورقيقة وبجد طيبة جدا وكويسة قوي قوي بصراحة. جدا جدا ورقيقة وبسيطة، وكل حاجة كانت حلوة قوي فيها. ربنا يسعدهم ويهنيهم ويرزقهم بالخلف الصالح يا رب العالمين. طبعا المأذون كان قال قصة جميلة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا الرومانسية بتاعت سيدنا محمد. كانوا مسافرين هو والصحابة، معاه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها يا عائشة هل تسابقيني؟ فراحت طبعا سبقته. جه في المرة التانية راح قال لها بعد فترة يا عائشة هل تسابقيني؟ قالت له لا خلاص بقى أنا كبرت وجسمي بنى لحمي، يعني تخنت مش هقدر. فهو راح سبقها قال لها تلك بتلك، يعني واحدة بواحدة. انت سبقتيني المرة اللي فاتت وأنا سبقتك المرة دي. شايفين الرومانسية؟ وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. مع السلامة.